السلام عليكم أصدقائي النحالة، مرحبا بكم. إذا موضوعنا اليوم حول أعمال النحال التي ينبغي أن يقوم بها في شهر جويلية، لأن هذا الشهر يعتبر من أصعب الشهور ومن الفترات الصعبة التي ينبغي للنحال أن يأخذها بعين الاعتبار وأن يهتم بها. فمن مساوئ هذا الشهر ومن الأشياء التي تعد عقبة للنحل والنحال هو ارتفاع درجات الحرارة. فمن المهم جدا على النحال أن يقوم بنقل الخلايا إلى أماكن مظللة أو يقوم بتضليل الخلايا، لأن ارتفاع درجات الحرارة سيسبب جهد في التهوية وفي تبريد الخلية، وسيعود ويرجع هذا بالسلب، لأنه سيقوم باستهلاك كميات كبيرة من التغذية لتهوية وتبريد الخلية. لهذا لابد للنحال أن يستثمر وأن يقوم بتضليل خلاياه. أيضا من الأشياء المهمة خاصة للطوائف الضعيفة أن يقوم بنزع الإطارات الفارغة، يعني كل إطار فارغ لا يحتوي على النحل، لا يحتوي على الحضنة، لا يحتوي على التغذية، يقوم بنزعه ويقوم بضغط النحل. والإطارات التي يقوم بنزعها يقوم بالاحتفاظ بها للعمل بها في المواسم القادمة. يمكنه الاستفادة منها في التقسيم في فصل الخريف، فيحاول أن يقوم بتخزينها وذلك بوضعها في الثلاجة لمدة 3 أيام، ثم يخزنها في البلاستيك الأسود كما هو معلوم. من المهم جدا الحرص على وضع إطارات الشمع مدة كافية في المجمد، حتى إذا كانت هنالك بيض لدودة الشمع يموت. وبهذا إذا وضعها في ساشيات في أكياس لا يجدها قد تخربت وفسدت في الموسم القادم، لأنه قد لم يعطي المدة الكافية في المجمد. لهذا لابد أن تعطي للإطارات المدة الكافية في المجمد. أيضا من الأشياء المهمة في هذا الشهر هو مراقبة الملكة الضعيفة. كل خلية ترى فيها ملكة ضعيفة فلابد أن تقوم بتغييرها بملكة ملقحة. إذا كانت عندك ملكات ملقحة جاهزة تقوم بتغيير الملكات هذه الضعيفة بملكات قوية حتى تتجهز للموسم القادم، أو تتجهز أيضا لموسم الخريف، حتى تدخل موسم الخريف بملكات قوية يمكنها أن تستعيد وتقوم بتجيش خلاياك لدخول فصل الشتاء بخلايا قوية جدا. إذن هنالك من يقوم بتغيير الملكات في الخريف، وهنالك من يستطيع إذا كانت له ملكات ملقحة ينتظر في هذا الشهر في الطوائف التي تكون ضعيفة فيقوم بتغيير ملكاتها. من الأشياء المهمة التي ينبغي أن يهتم بها هي مراقبة الفاروة من الآن. حلم الفاروة لابد أن يراقبه من الآن، لأن شهر أوت معروف هو شهر الحرب كما يقال، وهو شهر تكثر فيه الإصابة بالفاروة، فلهذا لابد أن يراقب من الآن، وحتى يتجهز لعلاج خلاياه. أفضل أوقات لعلاج الخلايا هو في شهر سبتمبر وفي بداية الربيع، هذه أفضل أوقات العلاج. أيضا الخلايا الضعيفة من المهم جدا أن نقوم بدمج الخلايا الضعيفة، ضم الخلايا الضعيفة، وهذا شيء مهم جدا، لأن إذا كانت عندي خلايا ضعيفة جدا وشهر جويلية ثم يدخل عليه أوت درجات الحرارة مرتفعة، يبدأ المرعى في التدهور، فمهم جدا أني أقوم بضم هذه الطوائف والتخلص من الملكة الضعيفة. أحيانا كثير من النحالة يعزف عن الدعم ويرى أن الدعم أو عفوا الضم هو خسران للطرد، ولكن هذا خطأ. ففي عوض ما أترك هذه الطرود ضعيفة بملكات ضعيفة واحتمالية فقدها تكون كبيرة، أقوم بضمها لأكون خلية أو طرد آخر، أو خلية قوية،
ثم بعدها أقوم بأخذ الطرد، فكأني أقوم بالاحتفاظ بالطرد في مكان آخر. هذا هو، أو أقوم باحتفاظ بهذه الخلية الضعيفة في مكان آخر. فمسألة الضم شيء مهم جدا. أيضا من الأشياء المهمة محاولة تغيير المكان المنحل. إذا كنت في مكان ساخن جدا، الأفضل أن أحاول أن أنقل خلاياي إلى أماكن تكون أقل في درجات الحرارة، وأيضا أماكن تكون فيها المرعى يكون فيها نوعا ما يعني جيد. هنالك أماكن في شهر جويلية وأوت ينعدم ويشح فيها المرعى نهائيا. هنالك أماكن يمكن للنحل أن يستفيد من بعض النباتات. إذن فشهر جويلية هو شهر الميزان، يعني الميزان بين أن تربح موسم جديد وأن تخسر كل شيء. فلهذا لابد للنحال أن يهتم بنحله في هذا الشهر. وإلى فيديو قادم.